خليكم مسلم يخليكم. قدام هلا عبد الرازق استاذنا. نعم. هلينا كلنا هلينا. انا اسف شويه لو جرتني اللغه الى حوامل اللغه، انا اسف يا جماعه. حبيت اشارك بالابكارات اللي عندي. التقرا شويه صعبه. واسل سن الليك واسل سن. الله يبارك فيك، شكرا. صراحه السلام في بلادنا يا جماعه ببساطه وكلنا نمر. السلام يأتي عندما يوقف هذا الاستبداد حربه على شعبه. السلام في أريتريا يأتي ويحل عندما يوقف الاستبداد. ماذا يوقف؟ يوقف الحرب التي أعلنها على أريتريا. يعني الواحد يستفز حتى تفكيره يعني شيء عجيب حسنت كلام يعني. فهذا حينها ياتي السلام الحقيقي. طبعا انتم الواحد يقول لك مثلا في مؤثرات ايجابيه، طبعا في مؤثرات ايجابيه كثيره للحدث ده. ما هي الامور ما في اتجاه واحد يعني. الامور ما في اتجاه واحد. كثير بزح اشياء لك مفيدتها. لانه اصلا لا طبيعه نظامنا استبدادنا مو هذا على ما اخذ فريسته يعني الشيء اللي اصطادوا هذا اللي هو الشعب اننا سيو كيف قابضة ثوبه جوا كل قابضة ثوبه وتحبعه منظمات طردة اعلام طردة طرد اي حاجه من عدد من الفئات كل الداقه اليوم كبي انه شعب الهدرات عبطه كل بلعوا واللي سابروا واللي انت اللي فقروا منه واللي تحت حفرت الاتي ولا بينوا كنه وكيتو امنه اديو برا فقره من قبل اديو برا فقره من قبل عد شعوب كان يتحدقوا مصيبتك با السودان لك با امريكان لك با كل اللي يحدقوا. فبالتالي كان منفرد مسكين بالشعب الطيب اللي سلموا كل التفاصيل انفرد جاء وحصل من الضباط يا جماعه السلاح اليوم لا الرسول الله كان صح قابلوا شعبنا كان سجنا وكنا سنة هذا ما تخلي وذا النقنق ايوه الا انفتاح اللي كاميرات طلقها اعلام طلقها ناس بهبالة تترعاه كأن وحيد أورجا فروق الصياعة لكم هذا كل الإعلام طبعا يعيش على التعتيم. فبالتالي في مؤثرات كثيرة إيجابية من هذه المسألة، لكن ما في شك في هذا. لكن احنا نركز في المسألة الأساسية. في المسألة الأساسية اللي بنلت حرب لها عناوين كثيرة، اللي هو انه ما في شيء يترك هذا المجتمع لا يحكم نفسه. وزمان تعبنا يعني دون عناوين عجيبه جدا وتفعل سبحان الله مثل امر القوات قبل النيكو. يعني سبحان الله الشعب الحر هو القادر على حمايه حدوده يا جماعه. ايش العلاقه بين انه انا انتخب رئيسي وما بين حدود هذه ما يترسم بها. فبالتالي يعني كل مهازلنا ضعفت يعني. يا جماعه كل شيء بالارتداء من حسن النيه اتدينا. الشيء السيء يعني الشيء السيء تعال من السذاجه والبساطه وحسن النيه. انا مدير كماندو امانه قناه مسؤول عن قاتل يا وين موديناه لبعض الشعب يا وين موديناه للدواء سرعت على غادي ابن سبحان الله سبحان الله كنا نلبلو حليبهم كعاونوا ونصب سوم قاتلوا نوصل الموضوع ناس حتى يدمرون سلام الناس. فاليوم ان يقال ماذا يعني ان يقال سياسيا ملعب نحن الشعب واحد وليس شعبين. ماذا يعني سياسيا هذا؟ وما قاعد يقول واحد لافف الشيء يعني حاجه كده موهوم قاعد يقولوا زعيم بلد رئيس بلد وكده. ايضا معاه باسلوب هنا كمان اسلوب قيس تجاوزنا بالحب ترسيم الحدود بينا. والله حب عجيب يا جماعه. نفس المشهد القديم بنفس الطريقه. بالامس كانوا يقولوا سيبا ويمشي يحرض افريقيا وغيرها
اللي بيقول لهم يا اخوانا احنا في زمن وسط افريقيا، يجوا ديل عايزين يفصلوا اريتريا، واحنا اللي شارح اللي بيقع محمد كير، نقول لهم يا جماعه انتم احنا ضد وسط افريقيا عنا، وسط افريقيا عنا وهي اللي مدينه، احنا افريقيا دي مع وحدتها، لكن اوروكا ولا كانوا الامر، اوروكا اولا كانوا الامر، حقوا كانوا الامر، حتى هنا وحدتنا بل بارادتنا وبرغبتنا، ليه بدنا عشان عمره كله 30 سنه 40 سنه الماضي. هذه هنا برضه كانت خلونا ليك ضد القطار، لا القطار ينحزن بل يعني ما قطار، هذه القطار اللي رايح قطار ينحزن بينها، قطار بين مسوى ولا ان شاء الله بين قدقفه وبين قروره وقديس كتيبيه اللي هنا قطارات تقبى وكل شيء تقبى، لكن موضوعنا يكون بليت الخمولاني، احنا موضوعنا يا جماعه اللي شعبنا 20 سنه 50 سنه مدرسه في بنا، 50 سنه حروب، 50 سنه قدام ينتبه له، 50 سنه بداه ما قادر يقرر امره بنفسه، حدا من قبل استنى حرب لا حدا من قبل هنا سلام دانس ودينا وحب ودينا، حدا من قبل هنا انتوا تريد انتوا لا، يعني احنا موضوعنا ثاني، قطار الاقباء من سفاره حتى الاقباء هذه باللي لكن ما تدخلونا في التفاصيل هذه، نفسها دائما احنا عايزين نقول ضد السلام، السلام سلام احنا بيوتنا، وكمان احنا ضد قطار من اسفار الاقباء اللي دي هنا حسب بدل كان اقمال قبلكم ما ملش بينا لا تشقين اللي بتيجي الليلاني، ما ليش تدخلونا في طريقه عبط نقطه، ليش تدخلونا في تفاصيل ده الهالم يا جماعه اللي رسمي بداته، لكن اللي هي كله ينفعني، يعني الحقيقه امرتها اللي كله ينفعني اذا كان هذا الشعب ما جلس ووحد نفسه على الارض، ولا هيني قلب الناع اللي خابنا للطهلاء بواه اوروكا هنا بينوا لك بقى شو وين شو بينوا اللي يقبيني يا امور واضحه قدام روما اللي يقوم كامل استاذ ابراهيم يونس وشيخ موسى 7 طيب اطروا ورسمي نفسه الاستشهاد فرضوا، هذا شعب اكثر من كده ماذا يوسع على الاقل ظروفنا راعي الا اللي بالدنيا هلا اللي بدنا نحسن ابدا يا لمون، ها اللي برهان ابرهي وزير فوق ال70 بينا يا جماعه الخير عيب تقبلها الله، ميد انت من عابطك انك بيكت عقبنا شعب كبرياء بنا وقصه طويله جدا من التضحيات، هذا احنا يا اخوانا كراماتي ودين احنا ما بعرف شنو وانا ما يقبل تجربتك اللي تثاب اقلمي جماعتنا يا استراليا حتى محبركم يودونا عدالة، اقلمي جماعتنا الشرق الاوسط، جماعتنا بريطانيا، جماعتنا امريكا، جماعتنا المانيا، قلنا محبركم بوري يودونا، ها اوروكا هنا اور ريال من افكر فجر لها تلفزيون ود لا اعلام حق فجر لها قليتين ود، لكن اوروكا هنا يبقى يفضل العمل الفردي، شو انا كتاب انا ما بعرف صحفي انا الخبير، يعني يدبيني كله شويه صراحه ده حد واجه، فبالتالي بيبلغ لك انه يعني تحدي واضح وما عايز تفسيرات كثيره تبي ولا ما تبيش، عايز ولا ما عاوز كيني هلا، لكن هذا ممكن تغيره بانك انت بس تقول كنا هلا ما امره وعينك يا تاجر قبال، لكن احنا مسؤوليات بنا في اتجاه اخر نرص قدراتنا يا جماعه، عندنا قريب 40 كاتب لبن، احنا شعبنا بسيط ترى راح حتى يلبنا بالمناسبه، احنا شعب بسيطين احنا وما اعرف كله كمته وبعد دفن تكته 40 كاتب من قبلنا يا مؤسس حتى لو تو يا اخي ورق قصيده تكتب ورا شعر نكتب وبتحل رسسه وكلنا لايك نهبوه ولا بزحر الدال باتح، لكن اوراق كان حكومه اوراق بينه لا بد على يدبيني كل هذا شيء مقرف، وبعدين الحب يعني باطنه يعني يجي في واحد كده انا قال كده انا قلت كده كذا ما كده، هذه مدارس غريبه شديد شيء ده لازم الواحد يكون فيه مصارحه، لازم يكون يعني ولا فعلا يعني كمان 40 سنه 50 سنه دي بيجوها وريكا ذات الموضوع كده يبقى كده عايم يعني.
ومفارقات بتحد بنا يعني يا هلا شبابنا ويا هلا بتاع. يعني الانسان بعد 50 سنه كمان بنا يبعد ما يشتغل يقول عقله وقف. انا عشان اشوف الجهاز الان قاعد اسعى اود احكم لي تنظيم وعصر في عصر بتاع الكترونيات كله يقبيني. الان عصرنا تكنولوجيات جنيت شباب من عمر 25 ل 35 ماكسيموم الا هم قادرين وشقوه واللتات وقدام يستخدم التكنولوجيا الحديثه ويقود العمل. تقعد لي انا اجتماع ورقات هذا وبندر واحد اللي الان اللابتوبات ووسائل التقنيه الحديثه واستخداماتها العاجله وخبيرة كده كان حتى تفكروا وبسرعه يمشي وكده يعني اللي هو كل شيء من خلال حتى السنتين. المهم كده تحديات الناس حتى اللي اللي هو احنا الان قلت انا دائما موقعنا الاستراتيجي وكذا يصير اتباع الدول المحيطه وكده، ولكن دائما هناك في ثغره داخليه يبقى الحل في ديننا. احنا ثغرتنا هذه المره والاستبداد والدكتاتور دائما يغطي نفسه بالوطنيه ما وطنيه، لكن هو جالب للاستعمار دوما. واشوف الخارطه في المنطقه. في عباره ثانيه كمان ان ترديد عباره هذا ما يفعله الدكتاتور ماذا انتم فاعلون. دول وراك انا دي بفيسبوك ولا دي بالك احنا ما انت قال لك ماذا انتم فاعلون. ماذا انتم فاعلون بهذا الامور. لازم يكون في تمهيد سابق ان انت جهدك وغيرك وراك يفكر كل اورا من الناس. لماذا لا نتوحد؟ لمن موجه الخطاب ده؟ لماذا ماذا انتم فاعلون؟ يا سلام لا يكون والله اذا كسبتم والله انت والله سلبي بيلك اسكتك بالحقيقه لا يفض فاه هاك نقول كده تقول لا إيه ده مدرسه هذا ده ماشي في تقدير هذا شغل يكون عباره ماذا انتم فاعلون الفعل اذا كان انت بشكل يومي ما تعمل في منطقتك لتوحيد القوة الشعبية الأريترية وتوحيد رص صفوفها لكي تجمع قرشين أو 3 قروش وتوحد رأيها وتكتب مقال مع بعض وتعمل مظاهرات مع بعض وتعمل 200 لكل حدة شغل أعمال اليومية يرمي يتودى. ماذا أنتم فاعلون منه؟ ساحرين نكبة صاروخ نووي نكبة من نكبة ده. ماذا أنتم فاعلون في ما يجي كده. وبعدين كمان في عبارات ثانية أنت يا فلان الفلاني استشهد اليوم وما بعرف والله ان احنا ما نستحق البطوله. لا نستحق البطوله، شعب بطل. العبارات الهزاميه ما ضروريه ما في نهايه. في ثقافه محدده نجدها الان في التنميه البشريه من زمان في ثورتنا الاريتريه ثقافه ابشر بل او تنبل. ماذا انتم فاعلون؟ ده يا اخي لو اتكررت 10 مرات تدمر مجتمع. كم هو غبي تقول له ذلك يا غبي يتبهنج لكن شعب ما كنا يتبهنج. شعبنا اللي ضحاه وما في حد ضحاه. يبقى تحرير من قبل ودكتاتور من قبل. هنا اكثر من نصف وزرائنا سجون هالله. الرعيل الاول بتاع الثوره الاريتريه بابينك ربنا نسأيه وسجون السياسه ذاته. مشايخنا سياسه خدتنا يا اساتذتنا طلابنا دبلوماسينا قادتنا شعبنا العادي رعاة بدايه كبدنا السجون لبعدها مبلش بها اللي هي تنظيمات لا بدو اكثر من كده بنضحي شعبنا يوميا ضحال ويضحي بصمت مر اكثر من كل الداخل الشارع ده. بالتالي في بلد كل ايامه قانون طوارئ. احنا وصلنا الى امين قانون طوارئ قدام كل شهر خطوات مقبوله. احنا 30 سنه قانون طوارئ 30 سنه قانون طوارئ. وصل شعبنا الى امر قانون طوارئ جزء من لا تجهيل لو سروه هنا اعتبر الحكام ده ربك الناس كلهم. وعندنا جزء من تفاصيلنا كمان لا يسمع ثقافتنا ولا ثقافتنا. الكابتن حربنا وسوء امريو ومننا مجتمع حرميو. فشيء محزن شيء مؤلم. العبارات انه ماذا نفعلون ما ينفع. العبارات المحبطه لا تجي ابشر للطعام ابشر للبهل. ابشر للبهل. التنميه البشريه بوزة تفشارك
الجانب الايجابي شحن ايجابي طوارئ مهلب. وعلى الارض بدل هذا الكلام على الارض ينبغي ان ينظم ويفعل وعي وتنظيم الشعب في حراك شعبي عريض قاعديا ضمن قواصد تحقيق دوله المواطنه والديمقراطيه. يا جماعه التحدي كبير، التحدي كبير، لا يمكن مجابهه هذا التحدي الا بتنظيم الشعب في المتفق عليه والابتعاد عن كل نقاط الاختلاف. يعني نقاط الاختلاف ما هي بقت صناعه، بقت تصنع الان لتبرير عدم الفعل المشترك، اصبحت تصنع العلم ده ولا العلم ده، شنو بالسلاح ولا شنو الثاني، ولا بالسلم، ولا بكده ولا بكده، بجم كينيا ولا جم اثيوبيا، باثيوبيا ولا اثيوبيا، يعني تصنع يعني بقى اصبح هناك في موضه اسمها صناعه نقاط الاختلاف لتبرير عدم الفعل المشترك، هو نوع من الهروب. ايوه الشعب يعني الابتعاد كليا عن الخطابات الهوياتيه الجزئيه علمانيه وغير علمانيه. يا اخي ما علمانيه قتلنا احنا ومي ايديولوجيات، احنا شعب بدينا رسمي. يا اخي انا عدالة حد اللي عاد الشعب ده في قريه ما يقعد يجتمع يناقش، انت تسميه علمانيه، علمانيه انت علماني، انت تترف. هو ما يمت بالشعب اللي ينكوي في اسمره وفي دقه محرر وفي دقفه، ما عنده علاقه بالتفاصيل الترفيه هذه. بالتالي انت نظم الشعب وكذب له فلسفه الفكر في مقاومه الاستبداد، كذب له. لا الدكتاتوريه مش نقش شاذ في بلادنا، هي نظريات موجوده في كل الكون هذا، وطريقه مقاومتها موجوده في هذا الكون ايضا. هم يستفيدوا من بعضهم والحركات الشعوب كمان تستفيد من بعضها. بالتالي ملي عراك داخل مش اشكالات داخليه يهلم بلي هلينا النظام ملحتمي وبسوء اقليم لحتمي وميتاي ودي وملا تقارب وسوء ميتاي ودي اللي كلها هلا. لكن انت بقى اللي بنحمو يعني لا انت تفوت الفرصه. ادم اللامه تسيب بها كماندوس ميتاي مو تحاول تشوف المجتمع. لكن هنا لا هؤلاء الناس عبادتهم من هنا لغايه هنا سلفي 15 سنه الاولى الثوره الاريتريه تخوض بشق محدد نضالها لفترات طويله جدا، ولكن ثبتت تضحك من خلال الرؤيه. الا احيانا لما تيجي الامر اكبر عمقا في الرؤيه، لانه بصراحه مسائل الفكر كانت اعمق تماما من الان. مسائل الفكر كانت اعمق. بالمناسبه اريتريا واجهت تجهيل مبالغ فيه في ظل الدكتاتوريه. اريتريا في ظل الدكتاتوريه واجهت تجهيل ضخم جدا. منظري جبهه الشعبيه ومنظري جبهه التحرير الاريتريا في الفكر والقياده والاداره والثوره والشعوب كان راقي جدا. ينهلون من التراث العالمي الفكري، يقرؤون الكتب، يتثقفون، يفهمون. المجتمع ده كان رعوي وزراعي وقطعي، خاضوه مع بعض. ده اول مره يشركوه في بوتقه واحده، اشركوه في بوتقه واحده لناظر. لكن انت الان ما معك تاخذ لي معركه استبدادي وعاوز تقسم المجتمع. النظام الذين انشقوا منه يقولوا لك ده ما شعبيه، ده ما جبهه شعبيه، ده انقلاب عن الشعبيه. انت تقول لهم لا انا شعبيه، والنظام يقول لك انا شعبيه. يعني مدرسه ما في افق سياسي، ما في اي افق سياسي. انا اللي بلك انا ساعه شعبيتي اللي هي يكون شعبيه ده اطار عسكري وشعبي وعواطف شعبيه عامه وقطاع رتل ضخم جدا وتضحيات ثقيله جدا. تقدر تعطيها انت لجماعه انقلبت على الشعبيه نفسها وتقول لهم الا شعبيه ولا شعبيه؟ انت قاعد تشوت بيت وين؟ باي اتجاه شريط اللي سياسات الترهليك ولا هرجلت. انا شعبيت انا اللي بقول الشعبيات اللي بقول انت شعبيت انت سارق شعبيت انت وشعبيات انت يكونيني شعبيات المفروض تحقق العداله والديمقراطيه وكل بيت برامجها. وانت كوي ودلك حكم احنا الحكامومي بيننا شعبنا هبوا بين كده. تقول لا انت شعبيت انت وعاوز تحكم من سنه 70 الا منطقه جايبيني يا جماعه.
البعد والتغيير في مسارات الخطاب مهمة. تلاقي انا بعد حاجه التلفزيون انا شعبيات انا بطولات انا 200,000 انت تقول ايوه انت شعبيات كنتم مقالدكم تقول له كيف تبدل مقالدهم مو قلت تبدل شعبيات شعب اريترياتا جبهه التحرير جبهه التحرير اريترياتا كل شعب اريتريا جبهه التحرير نادله شعبيات نادله نضال شعبي الا وكل ادواتها كمان بيلعب ادواتها ما عليه قبل اليومين التلفزيون البرنامج ورنا تقريبا هم معكم حتى تقول لهم جبهه الشعبيه يكون تحكم لنا عشان الشعبيه سنه 91 قدم انتهيت وخاصه ديبابه تمام تقول لا يا اخي الا فلان وفلان ما شعبيتهم كمان شعبيتهم يكتبوا هذا اشكاليه في الفهم شعبيه برامج ومن اي تنظيم برامج ورؤى وميثاق حق بنوت واركها خلاص خبرت وركها فيه قبين يعني فانت فعلا محققت يا جماعه المناظرين جابت تعبير شعبيات ده الحريه الاريتريه والديمقراطيه الاريتريه هذا نادل على وانا دي بعلكو دي بعمل كبيرته لكن مشكلتها شويه ما وفقت في انه تفصل ما بين ما فلان جلب الذي بقى شعبيته يكون بالضروره تلي يكون له موضوع شيء معين بميثاقه وبرامجه وكيفيه تنفيذها اذا كان شعبيته تتبهل على ديمقراطيات قلنا ديته عدد حزب قلنا ديته انتخابات قلنا ديته تبع على وحالتين كفار من قيادتها عشان تترجم عمليا للبرنامج عشان شعبيت لجان افكرت مودات دستور وديت ميزان وديت نسووا منك وركوا لنا بكسجلوا اذا هنا الجماعه الجديده اللي جات هذه ما شنو بيقولوا ما طبقت الميثاق وقرارات المؤتمرات على الجهه اللي كانت كذا وبعدين مرحله اسوء من كده كمان عندنا الديمقراطيات ما عدلت حزب ديمقراطي عدلت يتولوهم كل يتمهن لانه الديمقراطيات حزب ديمقراطي عدلت يكونوا لا حزب ديمقراطي عدلت يكونوا لانهم اجتماعات لابو مجلس مركز لابو حتى لابو اوري ناس تقودوا ولا كمان جاب شعبيه ديمقراطيات واحده يكونوا كمان الا جاب شعبيه ديمقراطيه عدلت لحزبها ولا قيادتها كل سجونه ودي منفوذ ودي لذاتها شيء عجيب يعني فبالتالي المسميات السياسيه يبقى كانت تتكررها انت سنه ما فيش ذاك اورو قتل من كذب اورو كل ما ده القضيه المجتمع كله باورو يسرع كراهيتنا ده طلبوا قراءه قبل لا سمعت الشعبيات او سمعت جفت خلاص كلها تاريخ الثلاث دي بتعطر الدم لبس من اجل الزياء من اجل هذا يفوت هذاك قضيه الخطاب السياسي في المرحله اللي كل دي بحث اللقيه الدنيا ايوه بعدين كمان اللي تاريخ وكذا وسائر خلافات مستقبليه لا بد ان نركز يعني في الحاضر لا مستقبل 100% واضح البلاثب اللي بقى صعبت بشكل عام بديل ديمقراطي بهالليله الان عشان القاسم المشترك لكل الدول المقاسم المشترك هو ازاله النظام الذي لا يسمح بالديمقراطيه اول مهمه الله لكن في مهام ما بعدها ياتي في مرحلتها يعني انت ما ممكن تتصارع قبل قتل الذئب يعني انت ما معقول يعني كرهايه تسعيد يتكلم وانت تقول يا اخي قلت له يا جماعه بدل اوراق وراها صبت اوراق هي مسعد جابوت اتجاه اوراق صبتهم لا حزب فما ما ما ما, ما جاي ما بعدها او كمان تذكر لي سنه كم 60 67 كان سكنوا حناس كان بطل وتقول يا اخي هذا كان كذا كان وذاك ونقل الخلاف الكائن هناك تجيبه هنا في حين الدنيا تغيرت بزح وبعدين ديك اشكالات هذيك محكومه بظروفها وبكذا وكذا بشكل عام جبهه التحرير تنظيم وطني من دم وعرق شعب اريتريا الجبهه الشعبيه كذلك لكن دي بدا اخلاق مشاكلات الانسان وكان هلت كلها هلت هذا لا مشكله قدام شعب اريتريا هلت نظام حرمهم الحريه نظام حرمهم الحريه حرمهم الحريه اللي قبل كمان شرد يوم وابادهم وقرضوا فبالتالي قضايا
سهلت الكون. حكى لي كمان شويه نايا اخونا عادل الذي تطرق فيها. صراحه يعني الدين يقول اعقلها وتوكل، عشان نكون واضحين. اعقلها وتوكل. العمل الدين نفسه اللي بالله عملته يقتلها الجاز والدين، لكن نلقى السيكا دعائنا ما عندوش معنى. لازم تعقلها وتتوكل. لابد ان تخطط، تنظم، توعي، تفعل. هذا الذي يغير الاحداث. بدل لا لبوني كان ما في، بالعكس. يعني كده الوهم بتاع انك اللهم اطلق سراحهم دي، يعني بصراحه تحميل اشياء غريبه جدا. لازم انت تخطط كيف يطلق سراحه وكيف يطلق سراح هذا الوطن. هل الشغل الرسمي دي بطل الخرب، لكن الدين بهذا الاستدلال التخطيطي او نوع من هروبه. تخطيط، تنظيم، فعل هو الذي غير. الاستبداد في بلادنا يا اخوه مستمر لغياب البديل الديمقراطي الفاعل. سبب استمراره هو غياب البديل. كلكم امور انا قاعد نكرر ما تقولونه. والبديل الديمقراطي غائب هو نفسه في حد ذاته، والسبب وجود معارضات بأسماء شكلية غير فاعلة. وهذا نتيجة أنه ما زال التفكير غير قادر لاختراق منظومة المفاهيم التقليدية. وهذا دور الشباب. الدور الشباب ما ماخذ قدرة اختراق، ما زال أسير ما يطرح من مفاهيم تقليدية. بالتالي يعني أي مجتمع يتغير بالشباب، أي مجتمع يتغير بالشباب. ونعمل أن في القريب العاجل نعمل، هي أصلا لا تبقى هكذا. نعمل أن الناس بعدين في إشكالات كثيرة يعني صراحة طول المدة كذا يترك إشكالات حقيقية يعني البعض قد يولى في حالة صعبة. الشيء الثاني كمان أيضا الثقة بالانتصار. الثقة بالانتصار صراحة يعني في دي ثقافة مهمة يعني. وده تنبع من الرؤية، والرؤية أيضا كمان تنتشر في مجتمع ما أو تسود أو كذا نتيجة تعبئة، نتيجة تأطر. لكن ورغم الأقانون الفرقة ويبقى تنظيم ويبقى يقول ما يقول ويبقى إشكالية يعني. شعب جبان وما بعرف شنو تاريخنا وكده. تقول ثقافات ما عندهاش، ما مترابط كلام لا. يعني لازم الواحد يركز في أبشر ونحن قادمون والنصر قادم، ونعمل له ونصبر على الوجع. والله يعني نحن من بيت الكلام قاعد يتكلم عنه يتميز بفهم كتمان الوجع واظهار صوره غير كده. كم من منعطفات غريبه لا يخطر في بال احد مر بها هذا النظام القاعد في بلادنا، لكن يتميز مدرسه قويه ومتماسكه في رؤيه، عندها تجربه. يظهر مظهر واحد عن قرار، عن طريق قرار معين يظهر صوره واحده فقط. وبالتالي يعني عناصر قوه. يا شباب مهما قلنا صح، احنا واقعنا مؤلم، واقعنا سيء جدا، ينبغي التغيير ياتي، لكن الامور بشكلها العام بصراحه في اتجاه ايجابي. الامور بشكل عام في اتجاه انفتاح امر النظام يوما بعد يوم. المعادله ليست لصالحه مطلقا ابدا. المصير هو الخسران. التاريخ يقول كده وواقعنا يقول كده. نظام الاستبداد خرج من وجدان الشعب،
خرج من قلب الإنسان. إنها مسألة وقت، مسألة ترتيب أوضاع. إنها مسألة وقت، إنها مسألة ترتيب أوضاع. الوضع المعارض، الشعب الآن في غالبيته العظمى عارف هذه الحقيقة، وعرف منذ وقت مبكر، ولكن كانت بتبريرات معينة، تبريرات معينة. لكن الزمن يكشف، الزمن يعري الكذاب، الزمن يعري، الزمن يعري، والزمن كفيل بافتضاح الكذب. زي ما يقولوا جماعة بسري حقي وأعرف أقتل لكن أكسب، هكذا تعرى تماما. وبالتالي المسار لصالح الحرية، المسار لصالح انتصار الحرية. رجاء أيضا يعني عشان يمشي الحال، يعني في كثير من الرؤى ضروري الخروج من محاربة إثبات الفرضيات. يعني مثلا زمان أنت والله سياسة بتاع مكان ولا بتاع سياسة، الآن بقى عاوز تثبتها أنه كان عميل من سنة 65، وإحنا نبقى في معركة أثبتها وما تثبتها، طلع من القالية ولا دخل القالية. يا أخي بصراحة هذه فرضيات، معلش أنا عايز أتنازل يا أخي. صح أنت شاطر وقلتها زمان، خلينا نفوت، خلينا نفوت نخش في المعركة الأساسية. الآن هو الآن عميل واضح، خلينا في معركة الليل. ما بالضرورة تديك رايت أنت من زمان ونديك صح، بعدين ما بالضرورة يا أخي أنت تقول يا أخي من زمان كده. يعني لازم يكون اللحظة يعني ما ضروري إثبات فرضيتك. إحنا من زمان قلنا لكم يا أخي أنت شاطر، أوكي يا أخي دعنا في معركة اليوم، دعنا في تفاصيل اليوم. ما تفترض الآخرون بس أغبياء في ظروف تاريخية وفي مراحل نضالات كبيرة، وواقع اليوم ما واقع الأمس، وزمان كان بتاع يعني يعني تصفية حسابات وافتراض صحة فرضياتك وكده. هذا بتدخل الناس في معركات جارية تخدم الاستبداد. رجاء يعني يفضل أن نحسم معركتنا ما بين معسكر قوى الاستبداد اللي يؤيد جماعة الدكتاتورية، ومعسكر آخر اسمه معسكر القوى الديمقراطية. هذا معسكر القوى الديمقراطية يضم كل شيء، يضم المسلم، المسيحي، شنو ما بعرف، القومية وما يا جبهة شعبية ما بينهما أي حاجة. يضم كل الذي يقول لا للاستبداد وكفى. أيضا في نقطة ثانية، الرجاء خروج من الشماعات. يعني ما نفترض الشماعات، لازم نواجه حقائق. إذا كان النظام كل شيء شماعة الفشل واضعها في ويانا وما ويانا وما بعرف شنو كده، وأمريكا وما أمريكا، أيضا التنظيمات وكذلك الشعب يقول يا أخي عشان يهرب من قضية الفعل المباشر وتحمل المسؤوليات، يا أخي التنظيمات دي يا أخي الله هذا المعارض، والمعارضة كمان تنظيماتهم والله الشعب يا أخي ما قادر يتفاعل لأنه ما بعرف شنو فتر من النظام. يعني لا، لازم يكون في تعبير آخر غير كده، يعني لازم نواجه حقائق الأمور، لا النقد ذاتي. يعني لازم ما أدري، لازم نتحرر من الشماعات. يعني ما يعني بحث الإشكالية إذا كانت تنظيمات في التنظيمات نفسها، وإذا كان الشعب لازم يغير أسلوب أنه الهروب ده هروبه. يعني أنت مثلا ما قمت بدورك وتقول لي خلاص معارضة كرهتك، طيب اجتمع مع جماعتك اللي حواليك من المجموعة من الشباب هنعمل لوحده. لكن هو المشكلة كلها انتفاضات وليست حركات متعارضة. ذكرتها زمان. قال لك ولسنا وحدنا يا جماعة، لسنا وحدنا. حالة التشظي بتاع شو اسمه المعارضة في ظل الأنظمة الدكتاتورية موجودة في كل البيئة، في كل البيئة اللي حوالينا، كل الدول التي، لأنه أن تكون برا مشكلة، أن تكون خارج بلدك مشكلة. والنظام بيلعب فيه لأنه عنده مال، عنده ذهب، عنده أرض يأجرها، عنده إشكال مال، عنده مال يسخر الأشياء هذه، وعنده تجربة وعنده كذا وعنده رأس وعنده هيبة الدولة وعنده أدوات. وبالتالي المعارضات دائما تعاني الآن في كل مكان يعني. لكن في برضه تجارب نستفيد من بعض، اللي هو انه انظمه لما انت تدخل في سوريا، لما تدخل في موضوع انه يعني نعملها كده يعني
منطق الشماليات الطائفية أو شو اسمها الدينية أو الإقليمية أو الطائفية أو على طول فشل، ما فيها كلام. إن شاء الله النظام مجموعة النظام يكونوا 10% من المجتمع أو 5% أو 3%، يصمدوا حتى الممات، عارفين دكتاتوري وعارفين إنه أي حياتين يموتوا معه لسبب واحد، لأنه أنت حولت المعركة ما بين، أصلا هي كان المفروض تكون ما بين الشعب كله ضد نظام دكتاتوري يحرم الكل. هذا الشيء قد صح قد يستعين بهذا وذاك ضمن مرحلة تاريخية لأسباب يحمي بها نفسه، يحتمي حتى بالشواطئ ناهيك وقريته وإقليمه والدين، يحتمي بأي شيء، مش لأنه هو كده، لا، لأنه هذه الدكتاتورية تعمل كده يعني. تعمل حواليها حيطة، وبعدين لما أنت لكن لا تخلي تنهار وتجي ليك أنت، مش تخليها تتصلب. دي مدرسة بديهية وطبيعية ومارستها الثورة الأريترية، مارستها. ما في كان في أخطر من الانشقاق اللي كان يعمله هيلي سلاسي، ما في كان أخطر من الانشقاق اللي كان يعمله هيلي سلاسي. مسلمين أريتريا فعلا بدأوا الثورة وصمدوا وضحوا 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 حتى يكسروا العنصر المسيحي الكريم، وده حقيقة يعني. لولا صمودهم وتضحياتهم الكبيرة البارة لما كان الوطن هذا كان معافى. لو خلطوا المسألة كلها وعملوا المسيحيين ولا التجرينية ولا تسميهم كذا مع ذاك مع شنو مع المدرسة دي، وبعدين كان على الأرض دي، على الأرض شنو اسمه النظام السيبي كان بيعمل فضايح عشان يشق المجتمع. هذا مش كلام بوهم، كان يحرق قرى بأبناء الوطن الأريتري نفسه. إذن هذه تحديات، لكن بأفق بتاع ثورة أريتريا ونضجها تجاوزت هذا وجعلت الوطن يقف مع بعضه. إذا كان في حد بيقول لي ما أنا والله أول مرة أتحدث. واسل عبد الرزاق، واسل أستاذ عبد الرازق لتيك سيدريون، واسل فينا. أوكي أيوة كويس يعني. أيوة التدمير وهم التبينات، أيوة يعني. فأقول يعني مثلا تدمير وهم التباينات الفكرية صراحة يعني ما ندخل المسألة دي، لو عايز تدخلها ممكن تدخل، لو عايز تصغرها ممكن تصغر. يا جماعة احنا قبائلنا دي واحدة وشعبنا كله واحد، تجرينيا مع التجري مع الساهو مع الكذا كله تداخل ومتداخل، وهذا كثير في كل التفاصيل موجودة. فرجاء يعني أحيانا صراحة النفس البشرية دي فيها أمارة بالسوء، أحيانا في رغبات داخلية لا تظهر، وبالتالي تعمل لها أنت عناوين. يعني تلقى أحيانا الآن الناس بمدرسة واحدة فكريا وما بعرف شنو كله مجرة وهلم مجرة، وحتى من قرية واحدة، لكن برضه مختلفين وعايزين يعمل كل واحد بمدرسة لوحده ويقعد هجوم فيه. أحيانا قد يكون قضايا شخصية إثبات ذات وكذا. العمل المشترك يفرض عمل حقيقي. صراحة العمل المشترك أيضا يفيدنا كثير. الآن الفردية وشبه الفردية هي المشكلة. العمل المنفرد مريح ولا ضوابط، مشكلتنا العمل الفردي مريح. الأنا الفردية وشبه الفردية هي التي تحقق العمل. العمل المشترك يفرض حقائق هو المنتج. أنا صراحة عندي ورقة اللي هي ذكرها المقدمة اللي حلينا والأستاذ عادل صالح، وحقيقة أنا هذه الورقة قدمتها في نقاش، حلقة نقاش في لندن، وأيضا طرحتها في الفيسبوك وفي صفحة اسمها حراك شعبي ديمقراطي. هي صحيح ما الترويج ما كبير، لكن وصل لقطاع واسع من الشعب، من القوى الشبابية تقرأ وتعمل وكذا وتتابع. فبالتالي أنا بصراحة الورقة موجودة ومضمونها ووصل إلى كثير من الأخوة، فبالتالي فضلت على المقدمات هذه، لأنه هذه المقدمات هي المفتاحية. المقدمة أنا قاعد أذكرها الآن كثير من الأخوة يقولوها طبعا، وأنا أيضا أرددها، لا إشكال في ذلك، لأنه
هي التي تعيق. تفاصيل قاعد نذكرها هي التي تعيق. والكثير من النقاط اللي ذكرتها هي قلت لك ملاحظات في العمل العام اللي قاعد يواجه مشاكلنا. والورقه انا مستعد، انا شرحتها مده شهر في مجموعه واتسابيه واتساب، فكثير من الكادر وكثير من الاخوه وكثير من المطلعين عليها وناقشوني فيها باسهاب. وهي بسيطه وطبيعيه والكل ينادي بها، واللي هي الحشد الشعبي على الارض قاعديا. الحشد الشعبي المقاوم قاعديا كل في مكانه، هي والكل ينادي بذلك، والكل ينادي بذلك، ولا غرابه في ايجابيتها. يعني ما اعتقد حد يجادل في انها واضح ان هي مفيده. يعني ما المشكله ان الاخوه، كل الاخوه دائما اقول لجماعه بريطانيا، ما المشكله انه كلهم يلتقوا في جاليه واحده للمقاومه الارضيه. وين المشكله؟ لماذا صلاح الزين مع 10 شخص فقط يوم يقف امام السفاره يقف مع 10 واحد، مع انه المعارضين او القوى المقاومه الاريتريه حوالي الالاف في وين؟ في بريطانيا. يوم الصحفيين لماذا وقف هو و10؟ اذا ده هي الدعوه ان يكون في الكم الهائل هذا كله المتفق. انا لا ما ادري هل اكرر العباره ولا لا، لكن لماذا لا؟ يعني الان اتمنى ان الناس تناقش مساله لما ندخل في موضوع النقاش، تناقش لماذا لا نطبق محوركم، يعني جاليه اريتريه للمقاومه، لماذا لا يكون ورقه عمل بهذا الاتجاه؟ لماذا احنا نحب نظهر بشكل فردي؟ ليش؟ لماذا يا جماعه الخير؟ يعني ما بالك الحشد، التنظيم، الرص. حتى فيزياء، انا انسان خريج فيزياء، انا خريج علوم فيزياء. القوه في اتجاه واحد تؤدي فاعليه، من غير ذلك تبقى قوه. حسن في جرى الحبل، لو تلاحظ جرى الحبل مجموعه مقابل مجموعه، المجموعه اللي يقودها واحد من الجيش او فريق رياضي يوقفهم بطريقه معينه ويعمل اوردر في لحظه معينه، وبالتالي كل القوه تصب في اتجاه واحد، فيقدروا يجروا الجماعه اللي بيغاد حتى لو كانوا مجموعه كتل بتاع اوزان، لانه ديلك في يعني ما في قوه مرصوصه في اتجاه واحد بشكل منظم، واحد يجر واحد واقف شويه واحد يعمل كده. لكن اذا كان 12 نفر بالاتجاه ده و12 نفر ديل في رصه واحده تؤدي فاعليه. يا اخي احنا ثورتنا الرائعه، ثورتنا بخصوص الزمان اللي هي يجمعوا قحوف، يجمعوا بيض، يجمعوا غنمايه، يجمعوا طراده، اشتراكات، ما بعرف شنو، مفاهيم. يا اخي الوعي، اخونا واستاذنا الفاضل خالد عبده استاذ جيد، يعني عنده رؤيه جميله ويعني يلامس حقائق بشكل جميل. في اخر محاضرته يتحدث عن انه كذا، يعني حدث كثير عن اهميه الوعي وكذا، تحدث كثير هو يعني شويه، لكن الان اخيرا فصل التنظيم بتاع. لكن حفاش يودى بتعاطف كانت مع بعضها، يعني الجماهير تنظم وتوعى يمشي مع بعض، بتقول كله يركب مع بعض، يعني ما في مرحله اسمها كذا ثم مرحله كذا. هو صاحب من مراره ومن تجارب قاسيه قاعد يشوف ويقول يا جماعه بدل كل واحد يقعد ينادي لنا تعالوا تجمعوا ويخرب. فبالتالي نركز شويه في الوعي قالوا بعدين نجي في التنظيم. لا انا معلش ما مشكله، لكن انا اقول كلاهما يسير انا مع بعض. واستاذ خالد استاذ صراحه، يعني لماذا نجعل خالد مرشد؟ تجربه رائعه خاضها تقول لماذا؟ ما عيبه بصراحه، لا اي شيء، اسمع قراءاته واسمع رؤيته، يعني حاجات جميله. يعني لماذا هذا التبعثر؟
إذا هناك في إشكالات، في أمراض شخصية لازم نجابهها، لازم نجابهها. عشان كده احنا في طرحنا نقول الجماهير هذه في مكان ما هي تصبح قيادة نفسها. يعني حتى لما نطرح الفكرة ما قاعد نطرحها كقيادة، احنا كان من السهل ان نعمل لنا قيادة ب 15 واحد ونقعد نعمل لنا تنظيم ونعمل لنا، ما عايزين نعمل هذا، عايزين نعمل. وبالمناسبة في مبادرات في هذا الاتجاه، في أخوة في استراليا، في أخوة في أمريكا الشمالية، في أمريكا وفي كندا طارحين هذا الورقة نفسها وقاعدين يجسدوها، اللي هو التنظيم الجماهيري على الأرض. فبالتالي في يعني ده المسار اللي ممكن نحقق به، لكن ما معقول كل واحد يقبض ضد الثاني وعايزين ننجز إنجاز، وهذا لا يتعارض. فلتحاول مع شو اسمه تنظيمات تحاول اجتهاداتها وتستمر في توحيد تفاصيلها وكذا، وهذا يخدمها، هذا يخدمها. يعني انت ده ما تنظيم مع بعض، ده تنظيم شعبي عام لصالح الكل وبالكل. يعني تنظيمات تدفع في اتجاه تكوينه، منظمات المجتمع المدني تدفع في تكوين تنظيم. يعني مثلا رابطه المنخفضات، يعني رابطه المنخفضات منظمه المجتمع المدني مثلا نقول، لكن هي ورابطه غير المنخفضات ورابطه ايش ورابطه سرايا ورابطه كل جزاء ورابطه غيره وغيره، كلها الموجوده كلها تطالب بالعداله في هذا البلد. طيب كلها مع بعض تعمل محوركم ذات بعد سياسي لاغراض حقوق الانسان في اريتريا، تحقيق العداله، للحفاظ على الهويه الاريتريه وهلم جرا. غير كده حتصبح ظاهره المعارضه هوايه وادمان. لكن نحن ندعو ان تصبح للمعارضه نتائج وثمار حقيقيه، وغير كده هتصبح ظاهره بتاع ايش اسمها ظاهره بتاع. وفي كثير طبعا بالنسبه للورقه، الحدث عن الورقه بتركز في البعد الشعبي، تركز في البعد الشعبي في تعطيله صدق، وهي كمان تتبنى مسائل معينه. احنا كاردين نقول يا جماعه والله كنا اشتغلنا كويس لكن ما لقينا قائد. يا جماعه هذه الفلسفه رجال الشو، رجال التكوين الشركات ورجال تكوين الانجازات تحدثوا عنها، قالوا الرؤيه تكون فكره تقود البلد او تقود الشركه او تقود المنظمه هي الاهم. يعني الرؤيه القائده، يعني انت تعمل رؤيه متكامله، يعني كيف تنظم العمل الداخلي بتاعك، كيف تقود العمل بتاعك، كيف تقود كذا. الرؤيه هي الاهم. يعني كيف يعني احنا الان ما عايزين من يحكمنا في اريتريا فلان، لا عايزين نقول كيف تحكم اريتريا. دي رؤيه هي. كيف تحكم اريتريا، نثبت هذا بعدها تجي السلام. يعني ده يبقى قانون رؤيه كامله شامله، تبادل سلمي للسلطه. اي واحد يعرض بضاعته على المجتمع واللي يقبل المجتمع يفوز يبقى رئيس او غير كده، وهكذا. يعني دي قواعد، دي رؤيه. ايضا المعارضه مش من يقود، لانه من يقود هتدرسها كيف؟ ما كل واحد هيقول ابن اقليمي، وكل واحد هيقول ابن قبيلتي، وكل واحد هيقول ابن قريتي. وهذه الكارثه اللي احنا عايشين فيها. يعني بصراحه لما تشوف المنظر واضح، ما عايز قراءه، يعني ما عايز نظارات. بالتالي حدد كيف نقاد، يعني كيف نقاد كيف. وبعدين هذيك المسلسل بتاع انه انت تاخذ من هو اقرب اليك، ده مسلسل ما بينتهي. يعني الان تجي في تقول يا اخي بس انا يقود مثلا واحد من التجري مثلا، تجري قوميه تجري مثلا، اوكي، ثاني تجي في التجري تبغى تقسمها بطل فلان بطل فلان، ومن بعدين من بطل قبيله فلان، من قبيله فلان تنزل في داخل القبيله تروح داخل. فده مسلسل متهالك واثبت تجاربه في الفشل. اذا الشعب المفروض ما يبحث في انه كيف يقاد، يركز في هذا المسألة. لما يوجد كيف يقود معارضته، كيف يقود عمله السياسي، عندها هذه المنظومة الفكرية والرؤية هذه نفسها توجد القائد من داخلها، من المخاض بتاعتها، من الفرز بتاعتها، من الآليات بتاعتها، توجد القائد. لأن الفكرة دي قائدة هي. لكن انت كان عاوز تبحث تحدد اليوم بس انا عبد الرزاق ده ما عايز،
واحد ناس في اللابتوب عندهم حمى معي، ما أنا ما بعرفهم ولا بشوفهم ولا عندي معهم إشكالية ولا عايز قيادة، وده لأنه عنده خلفيات في ذهنه يعني. عنده إشكالات يعني، عنده قصص وهام، شيء وهام وشيء بلاوي، فلازم يخلوك على بطاقتك. ده قضايا صعبة جدا، ده مزعجة جدا يعني. بالتالي لازم النقاط برؤية يا جماعة الخير، المجتمعات تطلب العدالة، تطلب السلام، تطلب الاحترام، وكلها متداخلة. وبعدين يا أخي المسألة بتاع السلام ده مش لأنه قريب وقريبك، المسألة بتاع قوانين يعني. قوانين تجمعني بينك وبينك وتحترمها، احترمك واحترمها، خلاص. ما يا قلت اكثر من مره ذكرنا انه مساله العداله هي العنصر الاساسي، مثل التوافق في القوانين هي العنصر الاساسي. غير كده ما في سلام، ما يجي حتى في البيت الواحد ما يجي سلام. حتى الاقرباء الان بيعملوا تنظيمات، الاقرباء يعملوا تنظيم، لكن لعدم توفر شو اسمه العداله في داخل التنظيمات يتولد منها انقسامات. انت اقرب ليك ده وده انت اقرب ليك ده، يبقى الفرع ده ينقسم ل 60 فرع، ال 60 فرع ده في اخر فرع برضه ينقسم ل 60 فرع ثاني، لانه المنهجيه غير. احنا بنتكلم في ان الفكره القاعده هي الاهم، ونتكلم في انه في الورقه يعني. وبصراحه انا اقول لكم انا مستعد اتحدث فيها شهر، وتحدثت فيها قبل كده يمكن قريب شهر بنقاشات عديده فيها، ولكن جوهرها زي ما ذكرت هي انه يكون في محوركم مشترك لكل القوى الديمقراطيه المقاومه او المعارضه لنظام السياسي في بلادنا، بنسائها، بشبابها، بخلفياتها التنظيميه، كل في منظمه المجتمع. لكن الان دي بوثقه للعمل المقاوم المشترك، لانه هذه الاشياء تؤدي الى باور، تؤدي الى اشراك الشعب في مقاومتي، اسهامه، لانه هناك الان في عزوف من المشاركه الشعبيه، وبدون تفعيل دور هذه الجماهير يبقى وهم وغير كده. حتى لو جاء في اي تباع الامال بتاع الشعب، تباع في اي جوله تفاوضيه او غير تفاوضيه مع الانظمه الاستبداديه، لانه لازم يكون في بعد شعبي في المستقبل. انا اكتفي بهذا القدر، وبصراحه اقول اذا كان في اي مجال للنقاش، وكثيرين من الاخوه عرفوا حراك شعبي ديمقراطي، وطني ديمقراطي، انا هذا اللي اطرحه، وهو اطار يتكون من داخل منطقه ما، مثلا منطقه ملبورن في استراليا، كل قوى المقاومه تجتمع وكل في مكانه في تنظيمه في كذا. وهذه محور القوى بتاع العداله يكون هيئته الاداريه، ويكون برنامج عمل في المنطقه المتواجد فيها هو، ويطلع قوانين ولوائح تنظم عمله وكذا وكذا. بالتالي يقوم ببرامج يقرها محور القوى المقاومه الموجود في تلك المنطقه بشكل مشترك، والكل يشارك فيه، ومن ثم على مستوى عالمي يلتقي تلقائيا شويه شويه. بالتالي احنا عايزين نفق اللي اسمها الجماهير مع المتنظمات ترمي السبب في الجماهير مع تتفاعل، والشعب يرمي عدم مشاركته لأن التنظيمات غير. لا، كن انت فاعل في مكانك، انسى انه في معارضه او في تنظيمات سياسيه، بس انت في مكانك قوم بدور. هذا هو ببساطه. اذا كنا الجوهر الفكره هو هذا الكيفي. انا اشكر كل الاخوه اللي بيستمعوا لي، واشكر كل اداره التوك، وشكرا لهم انه وفروا لنا مساحات نتناقش. وحقيقه انا لست ميال من كثير الحديث في تفاصيل كثيره، ولكن لمتابعتي وكذا يمكن اول مره اتحدث في وسيله الاعلام منذ ان خرجت. انا كنت دبلوماسي، كنت قائم باعمال اريتريا كنت في المكتب المركزي، ثم قائم باعمال اريتريا في شنو اسمها في ليبيا. قبلها كنت في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني شباب اريتريا، و
أول مرة أسست مجلة النبض أو جريدة النبض اللي هي تريتا، ومتابع لواقع المجتمعي وبيئتنا، ومنتصرون بإذن الله إن شاء الله، والأمور ماشية في شكل إيجابي، والباطل لن يبقى، وإريتريا وطنية وشعبها معطاء وتضحياتها كبيرة والوطنية فيها عميقة، وكل أغازيان وعشاق الأمهرة كله حيروح وهم، والمجد لشعبنا فردا فردا، والمجد لإريتريا. شكرا أخي، شكرا. أنا لي فترة أتحدث لوحدي، إن شاء الله تكون بقى زعيت أحد ولا يعني تضرر مني أحد. أنا إنسان إريتري وأطرح ما أرى من رؤية، ولست ضد أحد، أعشق العمل الجماعي وتربيتي هكذا. خلفيتي أولا جبهة التحرير الإريترية، نشأت منذ طفولتي وبيتي مناضل وفي بيئة مناضلة، وكنا مع هذه التفاصيل تبعنا تضحية وعطاء بكل تفاصيلنا. وثم عندما عرضت جبهة التحرير الإشكالية معلومة، وجدنا هنالك من يضرب العدو دمعوه، وجدنا الحمد لله وجد، قلنا وقعت قاعد لي بينا، وقعت قاعد لنا بينا، وقعت قاعد لي بينا. لقينا واحد ثاني غير جبهة التحرير برضه، في واحد ثاني يخبط العدو يضربه لا دمعوه أتوادقوه، وهذا كله عشقنا، وانخرطنا أيضا في مساره في صفوفه، وكلنا نقاء، ما كنا عندنا إلا حلم أريتريا، وما زال لا يراودنا إلا هذا الحلم. وشعبنا كبير كبير العطاء، الفعل نبدعه والقول يعينه، هذا حال شعبنا والمجد له. شكرا يا أخوة. شكرا أستاذنا عبد الرازق. طبعا يا جماعة في المدخل في البداية المفروض التحديث اللي ترصعناها أستاذ عبد الرازق أتأمرنا يبيلون، لأنه أول مرة نتساعد باللغة الفدلالة تلينا، ولكن أخيرا نبذة بسيطة بيننا، وبالتالي التحية أستاذنا الدبلوماسي عبد الرازق، ويتوحدون أمريتال من نفيوري أفزحوا منه نفيوري. وأستاذ عبد الرازق ممكن تاخذ لك 5 دقيقة كده تشرب موية وتجينا راجع قدام الكمبيوتر، وبعد ذاك ندي الفرصة للموجودين والناس خاصة اللي حضروا الأمسية الندوة من البداية. ممكن الناس اللي جا في الوسط أو كان في آخر الدقائق غير العنوان أنه يكون ما سمع الندوة كويس، ولكن من خلال الأسئلة ومن خلال المداخلات ممكن حيفهموا العنوان بتاعت الندوة. أستاذ عبد الرازق تاخذ 5 دقيقة وتجينا راجع، ممكن ولا نواصل، يعني نواصل من قبل أديني واحد، وإذا كان حتاخذ 5 دقائق وتشرب موية نواصل، إذا قلت أديني واحد يعني ما يصدق تعب لنا، يعني استراحة 5 دقائق. أوكي معناها استراحة 5 دقائق هي صح؟ خلاص نخليها استراحة 5 دقائق كمان يا جماعة. تمام، استراحة 5 دقائق. استراحة 5 دقيقات شوية قلنا عرفت. أوكي فاي برد حيه 5 دقيقات ومنها قبلنا كوكنا 5 دقيقات بنا كوكنا هليكا كوكناي ليكا طيب دقيقة استراحتنا هنا يعني 5 دقيقات قروب الليت قلب له من هلا حاجة مادتها لسمعنا دقيقتين Karena
مساودة وفكر إلا أي ولد تقول البلد ممكن يكون كذا كل فجر أنت حكومة أنت كمان ديرة تفكر أنت دولتي أنت هذا يكونوا متبع حياتك وبتك شراكة والبطل سماء وبيتراب وأنا العبارة شفتها تطيلت حتى حشامة جوات دولة نسوة ما من ديرة يتسابق بولو قلب ودر الآن أمي يقول كيف بركة وأنت صوت على هنا كنا رجعت أبطام أنت هوانا كفكري ركبك وأنا مكبل ما نساك بيلك أما أمساك ولا بس بعد ديما أستاذنا عبد الرزاق أخبركم أن الله يديني واحد إذا أنت معنا في الخط، إذا أنت رجعت، إذا أنت جاهز اديني واحد أثناء أن نواصل القصيدة. يعني مدعي درجة سولدا كذا حبس من رأسه ديما كيف كأكل ولا حلنا كتير نريد أيوة كبدا مراد ذي أجل عرب تاكل شو هذا التسابق كمان كذا هي الأداء فلا تفعلما وتبارك حينما ديرتنا فرطنا عيدتا شارت لنا بشدرات ولا شباب هذا بكتي قولاga ديما بزمت شرحية سلاكتا أنا وانتو نقول تبا بتعاملين سنة تايسون تبل أغلب لقوا فنجينا وكي تايسون تبل دعونا مكالينا إذا من حريا ممتنة إرسلاوي تسكينا الكلاب لما شعنا تنتباكاتنا سلامات أمسل للتازي. طيب أستاذ عبد الحلاس أقبولها لك أخليك. طيب أوكي إنما يكرر عشان يمكن أسئلة لأبو سؤال نتكبت ومداخلات نتكبت. جماعة طبعا الندوة يعني زي ما سمعناها كلنا من بدايتها إلى نهايتها طبعا كانت محصورة طبعا حول التنظيم. هلينا بشوقة كانت محصورة حول التنظيم، وطبعا استمرت فترة بتاعت ساعتين وإلا فترة الله يعني إذا كان أي استفسار أو كمان مداخلة فرصة أول حاجة لكم أرفع يديكم أو كمان مباشرة الميكروفون سبته أسئلة أو كمان استفسارات أو كمان مداخلة اللي عنده مداخلة أو كمان أي استفسار سؤال نرفع يدينا أو كمان مباشرة الميكروفون سبته أو استلم المايك. مسموعنا يا جماعة؟ أدوني كده واحد إذا كنا مسموعنا. أوكي ممتاز. أسئلة أو كمان مداخلة يعني دائما أي ندوة أي موضوع وقت ما يتناقش دي بنقاش دول أكثر حاجة زيادة كاب لفائدته أو كمان أقل حاجة كمان قدش كيوم حزي كمان قبئ دي بنقاش دول قبئته لألوت من كل أطراف. أهلا وسهلا البيتان. طبعا الأمسية انتهت والندوة كده منتهية، وبالتالي مش الأمسية الندوة، وبالتالي نحن منتظرين أسئلة أو كمان مداخلة. للكلام، وإذا كان في أسئلة أو كمان أي نقاش أي مداخلة أهو في الانتظار. نحن طبعا أنا مسموع أكيد كلكم سامعيني واحد طالما إشارات تكون سؤال لبو بالعلينة أو كمان مداخلة لبو كل مسألة دفعت قلنا آتيوتو لأن كمان كفلت ثبت الليت بقدر الإمكان مننا نقاش قلنا نستفيد ومن أسئلة قلنا نستفيد سؤال أو كمان يعني مداخلة تعقيب اللي بالموضوع اللي لا أقول لا دي بقنبل عنه. نحن في الانتظار يا جماعة. طالما ما في إشكالية بتاعت نت نحن بانتظار نتصبركم اللينا.
ولا لموضوع معناه كله مفهوم تلهلا وكله نيته بيد حتى تعرفتني وني هليتني وإلا ممكن قلنا قيمه يعني دي بتقييم لنايو قلنا إيه معناها ندوت قراها حتى أسئلة هليت معناها وعد حتى قلنا هليت كلها من أولها سكة آخرى وبالتالي يعني ممكن قاش يعني ده سعر حنا تفضل أمريكا رافع عدة تقريبا المالي تفضل أولا لما يكتب أتباكي امسك المايك مباشرة إذا كان أنا على المايك. السلام عليكم، مساء الخير. أنت على المايك مساء الله. أوكي. طيب، أولا تحية للضيف الأخ عبد الرزاق، ونقول لك ويلكم إلى عالم البالتوك. طبعا عبد الرزاق من خلال معرفتي له إن الشخصيات العملية وكده، ودائما جماعة الجبهة الشعبية ما بيؤمنوا بالحكي الكثير وكده، فكل الكلام اللي قاله متوقع منه، و حقيقي هو إضافة لمعسكر المعارضة. ما عندي والله أي